عندي من هذا الباور بانك 100 باور بانك. هل هو بيشحن؟ الباور بانك ما بيشحنش. ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ اقول لكم ازيكم. بصوا يا جماعه، النهارده قررت ان انا احكي لكم حكايه. والحكايه دي هي من الحكاوي، الدروس المستفاده من رحلتي في الحياه. طبعا بما اني بعمل لكم دايما فيديوز عن الحاجات الجديده والحاجات المختلفه والحاجات اللي هي الجامد وازاي تجيب احسن عرض واحسن حاجه وكده. دايما الناس بتفكر ان الواد ده خلاص ده الجامد اللي مفيش منه، اللي هو ايه، عمره ما بيضحك عليه ولا عمره ما بيجيب حاجه ما تعجبوش. والصوره دي غلط طبعا، يعني في حاجات كتيره جدا بجيبها بتبقى فيها مشاكل وعندها بلاوي. بس عمري ما لبست لبسه قد اليوم اللي انا لبست فيه اللبسه اللي انا احكي لكم النهارده دي. خليني احكي لكم كده بالتفصيل. بصوا يا جماعه، زمان انا كنت مسافر. الكلام ده كله حصل من سنتين مثلا. كنت مسافر دبي وعديت كده على محل من محلات الالكترونكس الجميله، وجبت منهم هذا الباور بانك. الباور بانك ده اجمل حاجه حصلت لي في حياتي في عالم الشواحن. كان اسمه التوت، حتى عملت لكم فيديو عنه وقلت لكم هو باور بانك عظيم ومن شركه فيجر، وكان ده شكل الباور بانك اهو. 5000 ملي امبير وسريع قوي في الشحن. وحتى لدرجه يعني من كتر حبي ليه كنت بهدي بيه الناس اللي بحبهم، يعني اي حد بحبه كنت بديله الصراحه الباور بانك ده واقول له انت هتدعي لي. المهم الباور بانك ده مش موجود في مصر، فقررت ايه، قلت طب ما ليه ما ابعتش للراجل اللي في المحل اقول له والله انا محتاج مثلا 20 30 باور بانك، ويبعتهم لي وابيعهم او اديهم لحد من صحابنا قرايبنا، اخواتي مش عارف ايه، يعني كل ناس حواليا هتلاقي عندهم نفس الباور بانك ده. تمام. المهم عملت الموضوع ده، وحتى عملت فيديو والناس كتير قوي طلبت مني الباور بانك ده، وقلت خلاص مفيش مشكله، خلينا نطلب 50 باور بانك واجيبهم واحطهم على الويب سايت بتاعي وابيعهم. وكان الباور بانك تقريبا سعره انا مش فاكر قوي، بس كان سعره تقريبا $20. المهم ايه، جبت 50 تقريبا او 100 وخلصوا في يوم. يعني بعد ما عملت الفيديو كل الناس طلبته وحتى بعته لهم واتبسطوا وكانت الفكره حلوه قوي. بعديها طبعا الموضوع حلو وناس كتير قوي بتطلبه مني، وناس كمان كانت بتطلب مني لو في واحد ارخص شويه، يعني لان كان سعره ساعتها كان غالي، كان 600 جنيه باين او 550 جنيه في باور بانك 5000 ملي امبير صغير. ولكن معلش في حد اتصل. بصوا يا جماعه، المهم ايه، طلبت 100 100 باور بانك من ده وحطيتهم على الويب سايت عندي، وقررت ان انا ايه ابيعهم يعني. وتقريبا كانوا بالكوست، يعني حتى لو كان في تكلفه او في مكسب، يعني فهو مكسب كان ريزنبل وكانت حلو. وكنت دايما باخد الفيدباك من الناس على هذا الباور بانك اللي جربته واشتغلت عليه فتره وعملت له ريفيو وشفت الكواليتي بتاعته عامله ازاي، وانا شايف ان هو جامد جدا. و$20 كان انا كنت شايف ان رقم كبير بس وقتها يعني، وواحد دلوقتي يعني رقم كبير، يعني ده ب1000 وشويه دلوقتي. ف بس كان في ناس بتسالني، يعني ناس كتير قوي بتطلب مني وناس بتسالني لو تعرف تجيب لنا واحد ارخص شويه، يعني واحد برضو موبايله يعني ب 5000 جنيه ولا 4000 جنيه، فهو مش هيجيب شاحن ب 1000 جنيه ولا ب 800 جنيه، برضو كان بيبقى واحد محتاج حاجه اقل شويه. المهم ايه، انا استسكيت كلمت الراجل وعملت اوردر تاني وبعت لي برضو التانيين. المهم ايه، قال لي في واحد، قلت له مفيش حاجه ارخص شويه، يعني مفيش حاجه نفسها بالظبط بنفس الفانكشن بنفس الجمدان ويكون ارخص شويه. فقال لي عندنا واحد اللي هو ده. خليني بس اوريه لكم. قال لي عندنا ده، بص يا علاء، ده نفس الشكل ونفس الكواليتي ونفس الفانكشن. طبعا دي غلطه كبيره جدا، نفس كل حاجه وانت هتتبسط ان شاء الله. وسعره اقل تقريبا 20 ولا 30%. كان تقريبا اقل بتاع $5 مثلا ولا حاجه. فانت بتتكلم في ربع الثمن، يعني ربع ثمن المنتج يعني، بنفس الكواليتي، المفروض نفس كل حاجه، وانا ما جربتوش قبل كده. فقلت له ايه بقى يا معلم، قلت له اشحن لي 100. قلت له اشحن لي 100. قلت له اشحن لي 100 من هذا الباور بانك اللي انا ما جربتوش، اللي انا ما اعرفش عنه اي حاجه، اللي انا يعني قلت اكيد مش هيبقى وحش، يعني اكيد مش هيبقى في حاجه بايظه، يعني ما انا خلاص، ما انا اشتريت من الراجل ماركه تانية وكانت كويسه. فان يبقى في حاجتين قدامك في نفس المحل، واحد مثلا ب10 وواحد ب5 والاتنين شبه بعض، اكيد مفيش حاجه اسمها كده. يعني اكيد الغالي ثمنه فيه، واكيد الحاجه الرخيصه اوعى، واكيد الحاجه الرخيصه هي رخيصه لسبب ما. المهم بقى ايه، انا جالي هذا الباور بانك وجيت اول حاجه بعملها ان انا بجربه، عشان طبعا الناس لما هتشتري مني او انا حتى لما اديه لحد هديه ما يلبسوش يعني. فجيت احط فيه الشاحن بتاع ابل اللي اوكي، لانه بيشحن لايتنج يعني. وعلى فكره دي كانت ميزه، لان ده كان بيشحن تايب سي فده بيشحن لايتنج، كنت حاسس انها ميزه حلوه يعني. فحطيت اللايتنج كده. هل هو بيشحن؟ الباور بانك ما بيشحنش. الباور بانك بصوا كده، لا يرى لا يسمع لا يتكلم. الباور بانك ما بيشحنش. المهم بعت للراجل قلت له يا عمي الباور بانك ايه، ما بيشحنش. قال لي انت مستخدم انهي لايتنج؟ قلت له ايه انهي لايتنج، ما هو الراجل ده بتاع ابل اهو. قال لي لا، احنا محتاجين نستخدم لايتنج اطول شويه.
يعني السوكت اللي هنا هو اعمق شويه، فاللايتنج العادي بتاع ابل ده ما يشتغلش. يبقى معنى كده ان في كابلات هينفع وكابلات مش هينفع. يعني انت لازم تقول للراجل، انا فعلا جربت يعني برضه عشان يعني صدقا يعني عشان ما اتهمش الراجل بحاجه. بص انا جربت ده لايتنج تاني بس ثيرد بارتي يعني شركه كده تانية. بصوا بيشحن ولا مش بيشحنش؟ بيشحن او بينور احمر. المهم ايه، على الباور بانك ده طلع في الاخر ان هو بيشحن مع بعض الكابلات وكابلات لا، ولازم تختار كابل معين هو اللي يشحن عليه وهكذا. وبطيء جدا في الشحن وبطيء جدا في ان هو يفرغ وبطيء جدا ان انا احطه على بتاع، وما فيهوش لمبه تقول لي انا شحنت كام في الميه. قصه حزينه. كلمت الراجل قال لي مفيش مشكله يا محمد ابعته لي الامارات تاني. بس هبعته لي الامارات امتى بقى؟ بعد ما جالي ال 100. ابعت ايه؟ ابعت باور بانكات الامارات تاني 100 باور بانك اهو. 100 باور بانك عندي من هذا الباور بانك 100 باور بانك. طيب ليه ما بعتهمش بقى؟ عشان انا عمري في حياتي ما هلبس حد. يعني عمري في حياتي ما هدي لحد حاجه منتج وانا كمان اللي جايبه انا اللي شاريه ومش مش هقدر يعني اديهولك وانت في الاخر تجربه وتدعي عليا او انا انام يبقى في حد بيدعي عليا في حته ما. المهم قلت خلاص انا اللي غلطان ان انا اولا ما جربتش هذا المنتج قبل ما اشتريه. طلبت 100 على طول. افتكرت ان الغالي والرخيص زي بعض. وتقريبا يعني شلت تكلفه غلطي. احنا بنتكلم في قد ايه؟ بنتكلم في 60,000 جنيه تقريبا او يمكن اكتر. رحت واحد طلعت منه البطاريه الليثيوم وهو من جوه عباره عن بطاريه وبورده. يعني دي البورده، خلينا نكسر برضو الجزء ده عشان ايه السوكت ده. انا مش الصراحه مش ايه يعني مش ناوي ان انا اعمل حاجه بيه تاني غير ان هو كده. بصوا البورده هي اللي موجوده جوه اهي. شايفين في بورده هي اللي موجوده جوه والمشكله كلها في السوكت. ولكن لو طلعت هذا الكنز يعني امل ان هي تبقى بطاريه نظيفه. هذا هؤلاء الباور بانكات بصوا والله في علبهم وكياسهم. ولكن انا قفلت من الباور بانك ده. حتى لو حد قال لي انا هاخده واشتريه وبتاع، لا انا مش هبيعه لحد لان هو انا هخاف صراحه. صح الصراحه هو هيبيعه ويلبسه البني ادم فانا مش هنعمل كده مهما كان سعره عامل ازاي والله. هناخد منه البطاريات الليثيوم دي ونصنع بقى باور بانك احنا على مزاجنا كده، نحط فيه بطاريات الليثيوم ونشتري بورده نظيفه ونحطها في الاخر نستخدم البطاريات بالشكل ده. المراد من هذا الموضوع هو تعلم الدرس ان حضرتك اكيد حاجتين، واحده رخيصه واحده غاليه، ما يبقوش قد بعض. ما تشتريش حاجه الا لما تكون مجربها. اوكي، ما تشتريش حاجه جمله او انت تفتكر ان الدنيا سهله. و انا على فكره لا الوم على التاجر اللي باع لي هذا الموضوع لان انا متاكد ان هو ما يعرفش. يعني انا متاكد ان هو ما يعرفش لان هو في الاخر عنده 100,000 منتج. فاكيد مش فاكر ان السوكت بتاع البتاع دي. يعني انا لما قلت له هنا وقال لي ابعتهم لي وانا اديك فلوسك، يعني ابعتهم لي الامارات اديك فلوسك، وانا اكيد مش هقعد بقى اشحن 100 باور بانك من الامارات من مصر الامارات بعد ما استنيتهم شهرين ولا حاجه يجوا من الامارات يعني. وجمارك بقى وضرايب والدفع عليهم كل حاجه قعدت في وقت طويل قوي. فقصه كده حزينه. ولكن في الاخر الواحد ما بيتعلمش ببلاش. الواحد ما بيتعلمش ببلاش. طولت صح؟ انا اسف انا اسف معلش. بس ستوري تايم، هي دي الستوري تايم بتاعتنا. جامد ولا مش؟ لا مش جامد مش جامد.